مساء السعادة وخلي السعادة عادة. آه، سعادة ايه في اللي بيحصل حوالينا ده؟ انت مش شايف؟ لا شايف. حاجة بتحصل حوالينا ربنا ليه حكمة فيها وبقدر من ربنا. طيب، قصة كده بسيطة. كان في مرة من المرات 3 ثيران، طور وطور وطور. تمام. كان في أسد عجوز. هجم عليهم الأسد ده، جعان عايز ياكل. هو بيحب لحمة التيران، حلوة شبعه. فالتلاتة كانوا مع بعض فصدوه. فقعد يفكر مع نفسه انا اعمل معاهم ايه. قام رايح للتورين الاسود والاحمر، قال لهم على فكره انا اسد جامد قوي، انا كنت ممكن اضربكم واكلكم، بس انا اصلا ما كنتش عايز اضربكم واكلكم انتوا، ده انا كنت عايز الطور الابيض مش انتوا. سيبوني اكله وانا هسيبكم في حالكم. فقعدوا يفكروا، قالوا خلاص نسيبه ياكله، سابوه. ادوا له الاشاره، كل الطور الابيض، شبع، ريح شويه. بعدها جه تاني، قام فكر قال لها طب اروح لهم الناس دي على ما هو تيران بقى. ما بيفهموش الدعم، ما بيستوعبوش. المهم، فراح قال لهم على فكره. الاول ايه، راح برضه حاول يهجم عليهم، وبعدين برضه قدروا عليه شويه وصدوه. قام راح للطور الاسود، قال له على فكره انا ما كنتش عايز اكلك انت ولا اعمل لك انت حاجه، انا كنت عايز اكل الطور الاحمر بس انت اللي وقفت سكتي، سيبني اكله وانا ماليش دعوه بيك. فقعد قال لك خلاص هسيبه ياكل، انا مالي، انا مش عايز وجع دماغه ومشاكل. قام الثور الاسود سابه ياكل ايه، صاحبه. بعديها نفس الموضوع جه تاني، قام راح داخل ايه على طول، وش هجم على الثور الاسود وكله. فالثور الاسود ايه الايه، وكلتا يوم اكل الثور الابيض. ليه الثور الابيض؟ عشان ده بدايه الفرقه بينهم، بعد ما كانوا متجمعين ايد واحده، فرق بينهم وايه، وقدر ياكلهم واحد ورا التاني، مع انه اصلا اسد عجوز وصحته على قده وما قدرش يعمل حاجه. جنبهم كان في غابه تانية برضه، بس الغابه دي كان فيها اسد جامد. فالاسد العجوز ده عايز يعدي، قال له بس هعدي من القنايه دي بس كده وعديني. قال له هتدفع هعديك، مش هتدفع. عندناش حاجه ببلاش. آه، على فكره الغابه مليانه، بس كل واحد في حتته فيها اسد وقاعد بيسيطر عليها. آه، ليه الاسد العجوز ده هياكل التيران دي؟ كان كل واحد في غابته واقف اسد، ما يقدرش يروح ياكل من عنده حته او ياكل من عنده حاجه غصب عنه. وكده كده البهايم، التيران، احنا عارفين ان لهم يا بهايم يا تيران، يفهموا. بس انت مهما اتعلم في التور، هو تور، هيفهم منين؟ ودي كانت قصه النهارده، اكلت يوم اكل الثور الابيض.